طبعا الحال اللي وصلنا له في الزمان ده كرجاله يصعب على الكافر، وستات كتيره فقدوا الامل في رجالتهم. تعليقات مألوفه بنسمعها كتير: ده كسلان، ده ضاربها صارمه، ده دايما مع صحابه وسايبني، عمره ما بياخد باله مني. مع ان ساعات كتيره الرجاله مش بيبقى قصدها انها تزعل مراتاتها كده، لكن احيانا كتير الزعل ده بيبقى بسبب نقص المعلومات عن الستات نفسها في ايه. احيانا كتيره الستات بتبقى قلبة بوزها والراجل يسألها مالك يا حبيبتي، وبيردوا المقولة الشهيرة مفيش. وانا متأكد ان الرجالة كتيرة لو تعرف ايه هي الحقيقة في دماغ الست هيبقوا عايزين يحققوها. عملوا دراسة لمعرفة اكتر حاجات الستات نفسها الرجالة تفهمها، طلعوا بالآتي: التاتشات الصغيرة بتفرق. رجالة كتيرة بتبقى متخيلة انها لو عملت لمراتها مفاجأة مرة ايام ما كانوا مخطوبين في التسعينات يبقى كده الواجب وصل واتقضت المصلحة خلاص، والراجل ده مش محتاج يعمل اي حاجة تانية كده في حياته. بس الحقيقة ان الست عمرها ما هتطلب منك تعمل لها مفاجأة حلوة، لكن دايما هيكون نفسها في التاتش ده. وفي غالب الاوقات مش بيبقوا متوقعين حاجة كبيرة، يعني وردة، حاجة حلوة بتحبها، فستان، كتاب، سبحة، اللي يقدرك عليه ربنا. نفسهم يحسوا ان راجلهم بيفكر فيهم، يعني تتكلم تطمن عليها في نص اليوم، تسألها لو محتاجة حاجة وانت راجع، الشغل ده. نفسهم ان الرجالة تفهم ان الثقة حاجة جذابة بس القنعرة كدابة. كل بنت في الدنيا بتحب الراجل اللي واثق في نفسه ومالي مركزه كده، لانه بيحسوا بالامان والحماية. لكن القنعرة والمنظرة والتكبر من اكتر الحاجات اللي بتخلي اي بنت تشمئز من الراجل. نفسهم الرجالة تفهم ان الشهامة ما ماتتش، يعني مفيش مانع ان احنا نحسسهم بشهامتنا ونحسسهم بأنوثتهم. مهما كانت الست قوية وناجحة هي في الاخر ست. يعني نصمم ان احنا ندفع الحساب، نفتح باب، نقعد في كرسي، حاجات بسيطة لكن مؤثرة جدا. خليك راجل يحب يتدلع، مش طفل محتاج رعاية. اي نعم الستات بغريزة الامومة اللي عندهم بيحبوا ياخدوا بالهم من راجلهم كأنه الطفل بتاعهم، لكن حطوا تحت كأنه دي مليون خط، لان في خط رفيع جدا ما بين ان الست تدلعك وانها ترضعك. يعني لو وصل بيك الامر انها تقطع لك اكلك او تلبسك هدومك يبقى اكيد في حاجه غلط. نفسهم الرجاله تسمع لهم باهتمام. بعد يوم طويل ومتعب الست بيبقى نفسها الراجل يقعد يسمع لها ولو شويه، لان الستات بتموت في الفضفضه، وهم فعلا بيحسوا بتحسن كبير لما يتكلموا مع حد قريب منهم. فلو سمحت التلفزيون على ميوت 5 دقايق من وقت سعادتك. نفسهم ان الرجاله تقول الحق، لان بجد الكداب مهروش ورخيص، والستات عندها رادار رهيب لكشف الكذب، وخصوصا لو كان شريك حياتها، ولو قفشوكوا بتكذبوا هيزعلوكوا. فالحفظ ماء الوجه، نقول الحقيقة أكرم لنا. الستات نفسهم يحسوا إن ليهم أولوية. بتجرح الست جدا لما تحس إنها أهميتها أقل من البلاي ستيشن. أكيد طبعا الرجالة من حقهم يفصلوا، وخصوصا في ظروف الحياة المهببة اللي احنا عايشينها دي، لكن إحساس الست إنها مش من أولوياتك هيكون ليه تأثير سلبي جدا على علاقتكم. الستات بيبقى نفسهم الرجاله ياخدوا بالهم من التغيرات الصغيره، لان من اكتر الحاجات اللي بتدي الست ثقه في نفسها احساسها ان هي يبقى مرغوب فيها. يعني لو خست شويه، عملت شعرها، جابت فستان جديد، مفيش مانع ان احنا نبين ان احنا واخدين بالنا من التغير ده. مش بس كده، لا ويبقى عاجبنا كمان. الستات نفسهم يقولوا ما تستعجلوش وما تكروتوش في العلاقات الحميمه، لانهم بيحتاجوا وقت اطول للوصول لنفس المرحله اللي الراجل ممكن يوصل لها في دقايق واحيانا ثواني كمان. نفسهم برضو يقولوا للرجالة إن هم لو مش قادرين يمارسوا العلاقة الحميمة ده مش آخر العالم، ومش شرط السبب يكون ليه علاقة بينا. الإرهاق والقلق والتوتر بيكونوا من أكتر الأسباب ورا الموضوع ده، فما تاخدوش الموضوع على صدركم. نفسهم يقولوا ساعدونا شوية، لأن مفيش حاجة بتحرق دم الست أكتر من الراجل الكسلان، وإحنا الرجالة في العالم العربي اتربينا على كده برضو. وساعات كتيرة الستات بتبقى بتعمل حاجات غلسة جدا وبتاخد مجهود رخم جدا، واحنا بنبقى قاعدين وشايفين وما بنتحركش. وبرضه الى حد كبير ده مش غلط مننا، غلط من امهاتنا اللي عودونا على كده. فيا ريت امهات المستقبل يقضوا على الموضوع ده ويعلموا اولادهم ان مسؤوليه العيله والبيت مسؤوليه كل الناس اللي في البيت. نفسهم ان الرجاله يتعلموا يقولوا انا اسف. مش لازم دايما نقلبها عند والايجو يركبنا والديكتاتور العربي اللي بيطلع فينا ده، وما نعترفش ان احنا غلطانين. يعني لو الغلط راكبنا والموضوع ما فيهوش بمبكه، مفيش مانع ان احنا نعترف بغلطنا ونتاسف كمان. صدقوني هتتجنبوا خناقات وقرف كتير جدا. وعلى عكس ما انتوا فاكرين ان الاسف ده ضعف، في عين معظم الستات اذا ما كانش كلهم بتكبروا جدا في نظرهم. نفسهم الرجاله تفهم ان البي ام اس والبيريد دي من اصعب الفترات اللي ممكن اي بني ادم يعدي بيها، والألم والمغص وعدم الراحة والصهد اللي هما بيبقوا فيه مفيش راجل هيقدر عليه، وده بيحصل كل شهر. فياريت شوية إحساس. ما تنسوش عيد ميلادهم أو عيد جوازكم،
يعني هم 365 يوم في السنة، مطلوب مننا 2، وده السبب ان هم بيتعكننوا جدا لو نسينا اليوم ده. يعني اعمل ريمايندر على التليفون، خلي الحاجة تكلمك، عين واحد يفكرك، اتصرف. بس ما تنسوش اليومين دول. نفسهم الرجالة تفهم ان احنا عمرنا ما هنعرف نعيش من غيرهم، وان احنا هنغرق في شبر ميه لو مفيش ستات في حياتنا. يفضلوا يزنوا علينا ويرجعونا لصوابنا ويضطرونا نبقى رجالة احسن، بس برضه مش بيتمر فينا.